السلام عليكم. دلوقتي بصراحة أنا مش عارف أقول إيه. إن الأخبار اللي طالعة دلوقتي إن حصل وقف إطلاق النار، ودي اللي حصلت ما بين أمريكا وإسرائيل وإيران والكلام ده كله. المشكلة هنا إن أنا من ساعة الحرب دي أو الضرب ده حصل، كنت قاعد بتكلم مع حد وقلت له الموضوع ده كفتة، الموضوع ده مسرحية، لانها حصلت كذا مره قبل كده، ونفس الموضوع ده يطلع يقعد يجعجع شويه وده يطلع يقعد يجعجع شويه وفي الاخر ولا حاجه. فهو ده اللي انا كنت متوقعه، يعني ان هو ولا حاجه، شويه كلام وانتهى الموضوع. المهم فلقيت الموضوع تطور وحصل ضرب ومش عارف ايه، ودول يضربوا في دول ودول ردوا عليهم بالصواريخ. فقلت احتمال اكون انا غلطان، وبصراحه كنت اتمنى ان انا اكون غلطان. فقعدت متابع وقلت كويس، وكنت بصراحه كنت اتمنى اللي كانت ايران بتعمله ده كانت دوله عربيه هي اللي تعمله، لكن قلت لعله خير. وكنت متابع وعملت حتى فيديوهات قبل كده. وبعد كده امبارح افاجئ بوقف اطلاق النار، وان دونالد ترامب منزل البوست بتاعه ده اللي هو بيقول لك ما معناه بشكر ايران حذرتنا قبل الضرب، وبعد كده قصص خايبة في الاخر مسرحية وانكشفت. الموضوع هو لا يزال هو نفس الابطال ونفس المسرحية ونفس الضحك على الدهون اللي بيحصل كل مرة. وفي الاخر الموضوع كله عبارة عن فلوس. امريكا بتستخدم ايران انها هي البعبع بتاعة الدول الخليجية والشرق الاوسط. هي نفس القصة. دلوقتي امريكا هي اللي بتحمي دول الخليج، القواعد العسكرية الخليجية الامريكية في الخليج. فهم مجرد ان هم بيدفعوا الفاتورة وهيزودوا الفلوس، بس في الاخر هي تجارة ما بين بيع سلاح لدول الخليج، ما بين زيادة الضرائب او الاتاوة اللي بيخلوا دول الخليج يدفعوها علشان يحموهم. هي نفس القصص، لا جديد، نفس الوجوه، نفس الطريقة، بنفس كل حاجة. ومع ذلك محدش بيتعلم، لان انا مش عارف، يعني اكيد دول الخليج والزعماء الخليجيين والعرب كلهم عارفين القصة دي وشايفينها، وهي بتتكرر. دي رابع، يعني في الفترة اللي هي 15 20 سنة فاتوا، دي رابع ثالث او رابع مرة تتكرر. ومع ذلك نفس القصة، محدش بيتعلم، ولا هم شايفين عارفين ان دي كلها مسرحية وهم مشاركين فيها، معرفش. طيب دول الخليج بتدفع مليارات سنويا لامريكا. يعني لسه ترامب ساعة ما كان في اللفة الخليجية بتاعته باع السلاح بحوالي مش عارف 5.5 مليار دولار ولا تريليون دولار، والله ما انا فاكر، بس انا فاكر 5 وشوية. طيب انا عندي فكرة، طب ما انتوا كده عايزين تدفعوا، عايزين حد يحميكوا، طب ما مصر عندها جيش، احنا عندنا جيش قوي وعندنا دفاعات جامدة وعندنا كل حاجة. طب ما تخلوا القواعد العسكرية دي بدل ما هي قواعد امريكية وعمالين يحلبوكوا، طب ما احنا مش هناخد نفس المبلغ ده منه. انا بجد يعني خاب ظني في الموضوع ده كله. انا بصراحة قرفت، يعني بجد حاسس بقرف. كل ده مسرحية وكل ده، طب وليه في الاخر؟ ليه؟ طب ما هو الفلوس اللي انتوا بتدفعوها دي، طب ما توفروها او ادفعوها لنا احنا يا سيدي، احنا بنقدر نحمي الناس، احنا حامي الحمد لله، حاميين نفسنا. طب يعني احنا ممكن نحميكم. مسرحية بجد، انا ما بقتش عارف اقول ايه. حاسس باشمئزاز. الحمد لله على اي حال. وبرضه برجع اقول يا ريت ابقى انا غلطان. انا يعني اتمنى ان الموضوع ده ما يكونش ضحك على الدهون، وان احنا في الاخر بناخد على قفانا من الاخر. مش عارف اقول ايه. يلا ربنا يعمل اللي فيه الخير. السلام عليكم.